لتبادل القبلات اختار هؤلاء الناشطون بوابة براندنبورغ التي كانت تفصل بين الجزئين الشرقي والغربي من العاصمة الألمانية، وصارت منذ سقوط جدار برلين رمزاً لوحدة ألمانيا. المشاركون في سلسلة التقبيل هذه هدفهم التعبير عن حبهم للبريطانيين ورغبتهم في بقاء المملكة المتحدة متحدة مع أوروبا. نعتقد أن الأمر هام لأن بريطانيا جزء من أوروبا، وكل ما يحصل هناك سيؤثر على أوروبا، ولهذا يجب أن نبقى معا. تظاهرة مشابهة نظمت في لندن أمام مقر البرلمان البريطاني. أما في روما فقد اختار المنظمون مسرح كولوسيوم التاريخي لتبادل القبل أمامه، لكن كل هذا الحب يخفي بعض القلق من تصاعد مشاعر الكراهية في أوروبا بعد مقتل النائبة البريطانية جو كوكس التي كانت تدافع عن بقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي. نحن نرى أن استفتاء خروج بريطانيا هو حاليا في أيدي اليمين المتطرف، وحججهم من أجل الخروج هي خطيرة جدا. يقول مؤيدو الخروج في بريطانيا إن بلادهم ستكون أفضل من دون التزاماتها تجاه أوروبا، لكن معظم الاقتصاديين ورجال الأعمال يخالفون ذلك الرأي.